حركات الشخص وحركات فمه ايده ممكن تدل على طبيعه نفسيته. ويتبقى لنا جزء صغير جدا هو عباره عن الغده المتضخمه، نفتح له جرح صغير جدا ونفصله من خلاله. اهلا بكم من جديد. طبعا احنا متابعين حلقتنا طبيبك دليلك. دائما احنا نتكلم عن تجميل الصدر عند النساء، تصغير، تثبيت، كل هالاشياء، بس عمرنا ما نتكلم عن تصغير الصدر عند الرجال. طبعا دكتور طارق احمد سعيد من مصر بيقول لنا في هالريبورت. في مشكله موجوده في عالمنا العربي حتى بالذات بكثره، اللي هي مشكله تضخم الثدي عند الرجال. في نوعين من انواع تضخم الثدي، في غده وفي دهون. عشان كده مهم جدا ان الطبيب يفحص المريض بتاع تضخم الثدي بنفسه، لان احنا لازم نحدد هو التضخم اللي عنده ده دهون ولا غده متضخمه. لو التضخم اللي عنده ده بس دهون، يبقى ممكن في الحاله دي بنعمل له عمليه شفط دهون. العمليه المشهوره بتاعتنا اللي بنعملها للسيدات نقدر نعملها برضه في نفس المكان، بنعمل شفط من فتحه صغيره جدا، شفط للدهون من المنطقه دي، وخلاص يبقى العيان تخلص نهائيا من المشكله اللي عنده. لكن لو هو في غده مش هينفع، لان الغده ما بتتشفطش. يبقى في الحاله دي لازم هنلجا الى عمليه استئصال لهذه الغده. في الحاله دي مش شفط بقى، عمليه جراحيه، بنفتح جزء كده صغير من الحلمه بتاعه الثدي ونستأصل من خلاله الجزء المتضخم من الغده، وفي الاخر الجرح ما يبانش خالص، لان بيبقى الجرح داخل حلمه الثدي فما يبانش خالص بعد كده، حتى لو لابس مايوه يعني ما يبانش. وفي احوال كتيره بيكون مشترك غده ومعاها جزء من الدهون زياده. وفي الحاله دي وبرضه ده في الاغلب اللي احنا بنعمله في معظم الاوقات ان احنا بنعمل عمليه مشتركه. نبتدي بشفط دهون يشفط كل الجزء الدهني في التضخم، ويتبقى لنا جزء صغير جدا هو عباره عن الغده المتضخمه، نفتح له جرح صغير جدا ونفصله من خلاله. يبقى استفدنا من كده ان احنا بدل ما نعمل جرح كبير عشان نستأصل كل الفك، بنبتدي الاول بشفط الدهون يخلينا في الاخر الجرح اللي هنلجأ له جرح صغير جدا لاستئصال الجزء اللي فاضل اللي ما اتشفطش، اللي هو زي ما اتفقنا ان هو الغده اللبنيه اللي هي كبرت شويه عن الطبيعي بتاعها. بعد العمليه المريض سواء كانت شفط او استئصال بيلبس حاجه زي ضغطه كرسي كده مطرح على الثدي لمده شهر بعد العمليه، عشان بعد ما شلنا الثدي الجلد اللي كان فوق الثدي بقى متضخم وفضي من تحت الثدي، فعشان ما يحصلش فيه ترهلات وينقبض ويرجع للطبيعي بتاعه بنساعده بان احنا بنلبس عليه حاجه ضغطه لمده شهر، وبعد كده العيان بيقلعها ويبقى كومبليتلي فري او رجع طبيعي تماما وانتهت هذه المشكله.